كبران تخطاتلت مدبنا كما يحاضركم كما يوعلكم مساكم راديو دمص حرنت احغراو هدات كاب هاجر شودن زي راديو دمص حرنت احغراو هدات كاب هاجر شودن ايو كبران تخطاتلت مدبنا مبار راديوكم راديو دمص حرنت احغراو هدات كاب هاجر شودن اب اف ام 88 زركب كينو بخلتيوم علوان قنقاتاتنا كل غزي قدام كاب ساعات 1 كساب ساعات 2:15 زفنو مدبو انه يجمر لومي قدام على 3 سنة 2017 عامة مرات فرنجي ساعات 1 دحر قطريو انه لمدبنا خمت لمد نعخم نفتوات هاجراويان نفتوتن نمقلقال زي تراغاغوصو زيناتاتن مهارتي استمرتاتن حزنا قريبنا علنا سنايبلمو مدماتنا نمللاي زاكل قداماي كمتل مود سمناو زينا خلوناي قصلنا خا اگداسي مهار زخونه ارستي كاب غزا الكترونيكاو غزا ناي سلفي ديمقراسي حزب إرترا زوسدنايو حزب إرترا حدن بزحن ايو زبل كنمبولكم اينا بتوسخي زلكم رئيتو حبريتا ناي سلامتا سناي منيوت مجلس مزهولكم مرحبا نبلو درونا بانا خبصحا دغيمنا نحبر كترخبونا قطام استديو خا دمص حرنت جيميل اتكم حتكم اتي رئيتكم نقبلو قطا سمعنا استديو خا حجي حدش اب راديو اوتيتا بارتي لي بونتو سي الكم قطا سمعنا تخلو سانختو واسو مستديو خانا استوديونا عذر سلكي 031 كاب هاجر شودن كوصاي خا 004631 لكم كدولو مرحبا نبلكم تحري فنوار دينا مچراشون ملو تبستو ناي راديونا اب يوتيوب www.harnet.org كتقعيو كمون ابدمص حرنت اتيكم كسمعوكم تخلو نحبر ساموداتا مدبنا مسانا خصنح ندعدمنا نايلومي اقربتن ادالوتن صحي قلتان بايره جبر ولدن بتغرينيا محمود اسماعيل بقانق عربينا رغرو دقائق قبل زينا خاتي سناي مكتتال نبل
أرئيست زينا علت سلسة سنة كلتشحن 17 عامة مرت فرنجي شودن رئيس ختما شودن ستوكولم إرتراويان نبرتي هاجر شودن أب ستوكولم كبابيان نفرت حورات إمارات أبلغ سلاماويان سبات إرتراويان زورو دوغدات زخن سلامة وسلفي أكايدم عندنا شودن نخلو تقمات أي ناي هاجر شودن يتزنبرة أرجت جنزب ناي هاجر شودن بملؤ ورقتهن ولا تحسين مودعتها زور حسس لزخنة كله سب كدالو خمزلو نحبر نتوش مسؤون اشتي حبريتها فيسبوك ون بزح تحبير سدود زلو حدش جناي حسوت زخنة سلكي متعللي 00 حدن جميرو 60 حدن دود تليفون كي تقبلوا ناي حسوت مدانا قرنكم مخانو دقيمنا نحبر جرمان أخيبات انفر سلفي ديمقراسيز بإرترا أبكتما فرانكفورت سرع أخيبو أكايدو كلاي بحري حواتنا أنا حاتنا بزحات سدتنيا خاب ليبيا ني عدت إليان متاو أما كلاي بحري تقصفو سمعنا خلاي دقماينا لامبدوزا حجيجن بحري ناي هاجر إسبانيا 10 شمونت إرتراويان قل عزركوهم كلتا 280 كلتا سدتنيا كم متحال حدقا 5 دحانو محبيرهم عبد بسرات راديو إرتراويان راديو إرينا بفل شلمات ميديا أب عالم كتكون ترقيحة الله إرترا أما علتنا تسنت إرترا هزبي دستا سلام فتحي بسراتنا تسأبي ميت زخونو أمنت كريستنا خمت عصر تغليسو دقنا إرترا وانا دايركتر هاجراو بورد العلوي بيت تمرتي إرترا زنبري عصرت عمس كسر زقل قلت دكتور تادس محاري بسرعة هدف كابسلت آنو 5 آلي من جتات حبيرون صومال بايتوس التاني عمام عقاب سلامة ناي حورات أفريقيا أب صومال عدميقو أناوحو منجست صومال أب هيوت تخلول زلا مدرخ متن ناي مراحي وتهدراو مراحي ناي شباب إيدو نام منجست هيبو ناي مودة زينانا إثيوبيا أقلقلوت ناي إنترنت موبايل تعطسو كمون سعود عرب وصاتنياتات بزي فقات زلو كاب عدا خسوكو كمخانا إثيوبيا جن 4000 زيغاتاتا ختوسد تشاباشب الله زدلي مسالة تخا ختعدل جميرة الله زينا بزرزر أب كتما ستوكولم هاجر شودن 10 زوزحو إرتراويان نفرت حورات عرب إمارات أب لعلي سلاماويان 7 زورز زلو قدآت زخنن سلاماو سلف أكايدهم تم إرتراويان بسولوس 3 قنبت كلتشحن 10 شوعتين أب زكايدو سلام سلفي نهلاوي وتهدراو معسكر حورات إمارات عرب أب إرترا بمقوام نفرتي إمارات نإرتراويان قففت عسا مقتالن كأ كونينهم أبز حلف قنيات نفرت حورات إمارات أب كيح بحري أبز كايد أو دبداب إرتراويان قففت عسا 5 قتلو من قصقاس عفار كيحماس كيح بحري مقلاسو أيرسعن انتو خنير ردي إرينا بزعباز التفالة لوغنات قرب زقني قتلت إرتراويان قففت عسا بدبداب بين فرت خنات حورات عقر عربت كترقا قصو أي كالتن أب يمن
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዘካየዳ ዘለዋ ነፈርቲ ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብተደጋጋሚ ገፈፍቲ ዓሳ ስደተኛታት ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ክቅትላ ከም ፀንሓ ከማን ይሕበር እዩ። ሕቡራት ኢማራት ኣብ የመን እተካይዶ ዘላ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብዛዕባ ካብ ዓሰብ እናተበገሳ ከም ምዃነን ከዓ ዓለም ብንጹር ይፈልጥ ኣሎ። ከምቲ ዝበልናዮ ሓበሬታ ናይ ገንዘብ ኩሉ ናይ ቀደም ገንዘብ ወረቐት ይኹን ሓፂን ናይ ሃገር ሽወደን ክተርፍ ስለ ዝኾነ ኩልኹም ኣብ ገዛ ዘሎ ምሳኹም ናብ ዝምልከቶ ናብ ባንክ ኸይድኩም ከተብሎ ወይ ክትጥቀምሉ ደጊምና ነዘኻኽር። ኣገዳሲ መታለሊ ቁፅሪ ስልኪ 00251 ጀሚሩ 61 ድውድ ናይ ሓሶትን መታለልን ዝኾነ ካብ ምቕባሉ ክትቁጠቡ ነዘኻኽር። ጀርመን ኣኼባ ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍራንክፎርትን ከባቢኣን ዓመት ወርሓዊ ኣኼባኦም ኣካይዶም። ብዕለት 28 ጉንበት 2017 ጨንፈር ፍራንክፎርት ወርሓዊ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣኼባ ብኣቦ ወንበር ጨንፈር ሰላምታን ቋዕዳሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል እቲ መበል 26 ጽምብል በዓል ናጽነት እንቋዕ ብጽሓና ብምባል እዩ ነቲ በኹሪ ኣኼባ ዝኸፈቶ። ኣጀንዳታቱ ከዓ ብዝርዝር ይገልጽ። ቀዳማይ ዲሲፕሊን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ምትራር፣ ህልዎ ሓበሬታ ምልዋጥ፣ እገዳ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ብዝርዝር ክኣቱ ብብል ኣገደስቲ ዳርጋ ናይ ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ወሲዶም በብሓደ ነቶም ኣጀንዳታት ኣካይዶም። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሃገርና ኩሉ መሰላት ግሂሱ ከይንዛረብ ኣፍና ዓቢሱ ናይ ባርነት ዘንብረና ዝገፍዓናን ዝነበረ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ብደድሕሪኡ ስዒቡ ኣብዚ ዓዲ ዲሞክራሲ ቅሳነት ክኸልኣና ጓየ ስለ ዘሎ ዕድል ክንህቦ ኣይግባአን። ኣብ ሕጊ ዘለና ሃገራት ተመርኩስና ከይፈራሕና ክንዛረብን ክንምክቶን ኣለና ብምባል ኣኼበኛታት ቃልሶም ከትርሩ ከም ዘለዎም ከዓ ተማባፂዖም። እቲ ኣብ ኩሉ ዝያዳ ዝወሰደ ዘዛረብ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣውሪድዎ ዘሎ እገዳ ስርዓት ህግደፍ ኣህጉራዊ ትካላት ተኣጊዱ ኢሉ ብዙሕ ክግዕር ንሰምዖ ኣለና። እቲ እገዳ ግን ባዕሉ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ናቱ ወናኒ ህዝብን ሃገርን መሬትን ዝኾነ ህዝቡ ጀሚርዎ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ቆዋማዊ ምሕደራ ከይህልዎ ተኣጊዱ፣ ናይ ምንቅስቓስ ምዝራብ ከይህልዎ ተኣጊዱ፣ ናይ ምስራሕ፣ ናይ ንግዲ፣ ናይ እስራት ቤተሰብካ ምብፃሕ፣ ገዛ ምስራሕ፣ ናይ ሰሪሕኻ ምብላዕ፣ መሰል ፕሬስ፣ መሰል መሬትካ ምውናን፣ ውልድካ ምውናን፣ ትምህርቲ፣ ውደባ፣ ናይ ሃይማኖት መሰል፣ ብመንግስቲ ክወሃብ ዝግብኦ ቀረብ ማይ፣ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት፣ ጥዕና፣ ካብ ዓድኻ ብሰላም ምንባር፣ ሬሳኻ ኣብ ዓድኻ ዘይ ምቕባር ወዘተ ብሓፈሽኡ መሰላቱ ተኣጊዱ ዘሎ ከም ኣኸበኛታት ብዝርዝር ተዘራሪቦምሉ። እዚ ስርዓት እዚ ህግደፍ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣውሪድዎ ዘሎ እገዳ ንምምካቱ እምበር ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኢና እገዳ ክንገብረሉ ዝግባእ እዚ ከዓ ብዘይ ጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ኣካይደን ዝተዓወተ ሃገራት ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ገዛእተን ወፃእተኛታት ይኹኑ መለኽቲ ደቂ ሃገር ብኣንጻር እቲ እገዳታት ናይ መኸደ ግዝኣተን ህዝበን እገዳ ኣብ ልዕሊ መለኽቱ ገዛእቱን ብምግባር ብኣብያ ወይ እምቢታ ወይ እውን ህዝባዊ ናዕቢ ብምጉሃር ምዃኑ ብቑዕ ኣብነት እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ኩልና ሓድነትና እትሪርና ነዚ ዝግደና ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ እገዳ ክንገብረሉ ከም ዘለና እታ ኣኼባ ናይ ዝዕለት እዚ ዓውታኡ ፀውዒቱን ከምኡውን ብምረት መግለፂ ሂቡ ኣኼብኡ ዛዚሙ። እስጳኛ ድሕሪቲ ናይ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ዝተረኽበ ዳግማይ ህልቀት ላምፔዱዛ ናይ ማእከላዊ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ እስጳኛ 18 ኤርትራውያን ቆልዑት ዝርከብዎም 282 ስደተኛታት ካብ ምጥሓል ሓደጋ ኣድሒኑ። ሓይሊ ባሕሪ እስጳኛ ብ18 ቆልዑት ዝርከብዎም 282 ስደተኛታት ካብ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘድሓነ ሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተፈሊጡ። ሓንቲ ካብተን ናይ ዕንፀይቲ ሓንቲ ድማ ናይ ጎማ ብክልተ ጀላቡ ተጻዒኖም ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሱ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሃገራዊ ክልማያት ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሩ ዝነበረ መርበብ ናይ ሓይሊ ኣየር እስጳኛ ከም ዝደሓኑ እቲ መግለፂ የመልክት።
ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጠሓሉ ስደተኛታት ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም 18 ኤርትራውያን ቆልዑት ብምዃኖም መግለፂ ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ስፔኛ ኸማን ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዕለት 24 ጉንበት ብልክዕ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደጋጠመ ሓደጋ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ቆልዑት ዝርከብዎም ብውሕዳት 34 ከም ዝጠሓሉ ህይወቶም ከም ጣፍኡ ከዓ ክዝንከር ቀኒ እዩ። ኣብዚ ወቕት እዚ ባሕሪ ዝሃድኣሉ ምዃን ኣብ ገምገም ሊብያ ኣብ ዝብገሱ ብዙሕ ስደተኛት ክንህር ምዃኑ ዝግመት። ኣብ ተመሳሳሊ ደባት ምብራቕ ኤውሮጳ እናቆራረፁ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝሓለኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 7 ዜጋታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዶብሮማንያ ከም ዝተታሕዙ ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ፖሊስ ግሪክን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛት ክነጥፍ ጸኒሑ ንዝበሎም ሓደ ኣልጀርያዊን ሓደ ኣልባናዊን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ። ሓድሽ ሓበሬታ ዘሎ ከዓ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ካብ ሊብያ ንዓዲ ጣልያን ምእታው ደው ክብል ተኻይዱ ከም ዘሎ ድሮ እውን ብሃገራት ኤውሮጳ ዝተወሰነ ውሳኔ ኣብ ሊብያ ማዓስከር ገይሮም ክሕዝዎም ልክዕ ክሳብ ሃገራት ኤውሮጳ ባዕለን ብዘይ ጥሕለት ማእከላይ ባሕሪ ከየቋረፁ ንሃገረ ዝቕበላ ዝመፁ ኣብ ሊብያ ትዘድሊ ሓገዝ ንኽነብሩ ክወሃቦም ግን ድሕሪ ሕጂ ዋላ ንዓዲ ጣልያን ተኣትዮም ካብ ዓዲ ጣልያን ንሊብያ ክምለሱ ከም ምዃኖም ሓቢሮም ቀኒዮም ድሮ እውን ሕጂ ልዕሊ 1500 1800 ዝኾኑ ካብ ገማግም ኢጣልያ ምስኣተው ናብ ሊብያ ናብቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝተዳለወ ማዓስከር ተመሊሶም ከም ዘለው ተፈሊጡ። ረድኤ ኤሬና ንፍሉይ ሽልማት ሜድያ ኣብ ዓለም ተረቂሓ። ረድኤ ኤሬና ብፍሉይ ሽልማት ሜድያ ኣብ ዓለም ዋን ወርልድ ሜድያ ስፔሻል ናይ 2017 ተረቂሓ ኣላ። እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ መራኸቢ ሓፋሽ ሞያ ጋዜጠኛት ብፍሉይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዓመታዊ ሽልማት ዝዕድል ትካል ዋን ወርልድ ሜድያ ብረቡዕ 31 ጉንበት ኣብ ዝዘርግሖ ወግዓዊ መግለፂ ኑባ ሪፖርትስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን አንቲኮር ፒቲ ዝተሰመየ ናይ ሜዳልያ ቪያን ሜድያን ናይ መዳቪያን ሜድያን ዝሬድዮ ኤሬና ብሓባር ነዚ ናይ 2017 ፍሉይ ሽልማት ተረቂሐን ኣለዋ። ተዓዋቲት ፍሉይ ሽልማት ሜድያ ሓንቲ ኣብ ዓለም ሶሉስ 6 ሰነ ኣብ ለንደን ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ክፍለጥ እዩ። ሜድያ ሓንቲ ዓለም ኣብ ካልእ ዓወታት ሜድያ ካብ ሮይተርስ፣ አልጀዚራ፣ ፎክስ ኒውስ፣ ቢቢሲ፣ ብሉበርግ ካልኦት ዓበይቲ መራኸቢ ሓፋሽ ዓለም ዝተፈላለየ ሽልማት ረቂሑ እውን ኣሎ። ዋን ወርልድ ሜድያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት መራኸቢ ብዙሓን ፍሉይ ኣበርክቶ ዝነበሮም ጋዜጠኛታት ማዕከናት ዜና ዓለም ንኣስታት 30 ዓመት ክብርን ሽልማትን ክህብ ፀንሐ ኣህጉራዊ ትካል እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት ኣህጉራዊ ውህደት ረድኤ ኤሬና ኣገልናዕ ንብላ እቲ ተወፍየ ዘላ እቶም ሕቡባት ደቅታ ብርክቲ ሃገር ደቂ ምድሪ ባሕሪ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ህግደፍ ከማን ትስማዕ ረድዮ ከም ምዃና ዝሓለፈ ሰሙን ፈሊጥና ኣገናዕ ብምባል ደስታና ንገልጽ። ኤርትራ ኣብ ቅንያት መዓልቲ ናጽነት 100 ኣመንቲ ክርስትና ከም ዝተኣስሩ ምንጭታት ረድኤ ኤሬና ሓቢሮም። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ጽምብል መበል 26 ዓመት ናጽነት 100 ዝኾኑ ኣመንቲ ጴንጤ ክርስትና ከም ዝተኣስሩ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራት ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ምንጭታት ሓቢረን። ብመሰረት እተን ማሕበራት ኣብ ዘቕረበኦ ዘሎ ሓበሬታ እቲ መንግስቲ ካብ 9 ጉንበት ኣብ ጊንዳዕ ኣብ ጸሎት ዝርከቡ ነብሩ 10 ኣመንቲ ክርስትና ክኣስር እንከሎ ብ17 ጉንበት ከዓ ተመሳሳሊ ዓዲ ኋላ 35 ካልኦት ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጠን። መበል 26 መዓልቲ ናጽነት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጽምበለሉ ዝነበረ 24 ጉንበት ኣብ ከባቢ ኣስመራ ቃል ኪዳን ኣብ ዝኣስሩ ዝነበሩ ስነ ስርዓት መርዓ ዝተዓደሙ ውሕዳት 49 ኣመንቲ ክርስትና ብእኩብ ከም ዝኣሰሩ ወርልድ ዎች ሞኒተር ዝተባህለ ትካል ገሊጹ። መርዓውን መርዓውትን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክድሕኑ ከም ዘይከኣሉ ዝጠቐሰት ትካል እቶም ኣመንቲ ክርስትና ዝተኣስሩሉ ቦታ ኣይሓበረን። ኣብ ኤርትራ ኣብ መንበሪ ቤት ብሓባር ክጽልዩ ዝጸንሑ ኣመንቲ ክርስትና ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ክእሰሩ ልሙድ ተርእዮ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካዚ እውን ሕጋውያን ዝብለን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ካቶሊክን ወንጌላዊ ሉተራዊ
ሉተራዊትን ሰለስተ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ካልእ ዓይነት እምነታት ኣብ 2002 ኣትሒዙ ብወግዒ ከም ዝኣገዶ እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣትሒዙ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ዝርከቦም ኣሽሓት ኣመንቲ ዝተፈላለየ እምነታት ብዘይ ፍርድን ሕግን መስርሕን ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣሲርዎም ከም ዘሎ ከዓ ይፍለጥ። ከም ኣብነት ብፁዕ ጳጳስ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተዋህዶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከለዉ ሕጂ ኣብ ገምገም ናይ ሞት ከም ዘለዉ እቲ ጠንቂ ከዓኒ እቲ ግናይ ስርዓት ስሚ ገይሩሎም ዝብል ወረውን ሰሚዕና ኣለና። ብግልባጡ እዚ ግናይ ስርዓት ኣብ ሃገርና ኣብ ክንዲ ምሕረት፣ ኣብ ክንዲ ብስራት፣ ኣብ ክንዲ ደስታ ዘብል ብግልባጡ በዓል ፒሪፎስ ዘይወዓሎ ውግእ ሕድሕድ፣ ሮመዳን ኣውልያ፣ ተኽለ ልብሱ፣ ሻግራይ ወዲ ኣደም፣ ኢሳቅ መሓሪ ተስፋ ኣለም ዝዛረብዎ ዘለዉ ጠንቃምን ሰራምን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝበታትን ጠንቂ ዘቋሳስልን እቲ ግናይ ዝኾነ ጭርሖኦም ዋላ ደርማስ ንምዕባለ ወዘተ ይበሉ ግን ኩሎም ቶም ደረፍቲ ናቶም ጽሒፎም ዝሃብዎም በሉ ዝበልዎም በዓል እዚኣ ሄለን መለስ ባንዴራ ናይ ሃገራዊ ናይ ህዝብን ባንዴራ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ጌራ ክትደርፍ ሰሚዕና። ኩሉ ህዝቢ ከዓ እቲ መዳለው ናይቲ በዓል ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር መሳርሒ ክገብርዋ ንህዝባዊ ግንባር መሸፈኒ ክገብርዋ ንህዝባር መታለሊ ቅርሕንቲ ሽጎማኒ ገይሮማ ንህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ክመቃቅሉ ይግብሉ ኣለዉ። ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ዘፍሰሰላ ኣላውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ባንዴራ ኣላታ ደቁ ዘፍሰሰላ ሃገር ስለ ዘለዋ ንደቁ ክፈላልይዎ ከም ዘይኽእሉ ንግዚኡ ኣጣቂዖምሎም ጽባሕ ግን ከም ዝግልበጡ እንታሽሙ እቶም ዓያሹ ጽቡቕ ኣሎ ዓድና ዝብሉ ከዓ ኣብዛ ከተማ ኣብዛ ሃገር እውን ኣብ ስዊዘርላንድ ተጀሚሩሎ ጽቡቕ እንተሊኹም ዓድኹም ኪዱ ከም ትበሃሉ ትፈልጡ ኣለኩም። ኣስመራ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ቦርዲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኑ ን10 ዓመታት ክሰርሕ ፀንሐ ዶክተር ታደሰ መሓሪ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ምንጭታት ናይ ሬድዮ ኣሰና ሓቢሮም። ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ቦርዲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኑ ን10 ዓመታት ክሰርሕ ፀንሐ ዶክተር ታደሰ መሓሪ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ምንጭታት ሓቢሮም። ዶክተር ታደሰ መሓሪ ዝደስከለሉ ምክንያት ልክዕ እኳ እንተ ዘይተፈልጠ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ቦርዲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኑ ንኣስታት 10 ዓመት ክሰርሕ ፀንሐ ዶክተር ታደሰ መሓሪ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ምንጭታት ይዛረቡ ኣለዉ። ዶክተር ታደሰ መሓሪ ዝደስከለሉ ምክንያት ብልክዕ እኳ እንተ ዘይተፈልጠ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪሱ ቆቲ እቲ ስርዓት ንኣካዳሚያዊ ውፅኢት ዓሊሙ ዘይኮነ መንእሰያት ፍሕት ኣቢሉ ምእንቲ ክጻጸር ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኤርትራ ብዝበተነን ብብቕዓተን ዘይተረጋፀ ኮሌጃት ተኪእዎ ኣሎ። ከም መሳርሒ ዝተጠቕመሉ ምንጭታት ከዓ እዚ የገንዝብ። እቲ ሕጊ ኣልቦ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ውደባ ክሰርሖ ዝፀንሐ ሰብ ክሳብቲ ዝኣምንኦ እዋን ንግዚኡ ተጠቒሙ ናይ ምድስካል ሕዱር ልምዲ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብከምዚ መልክዕ ካብ ስርሖም ዝደስከሉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ፈላጣት ለባማት ተመኩራት ሰንፈላል ኮይኖም ግዚኦም ኣብ ዕድሚኦም ኣብ ፈቐዶ ቆንፈ ዘውናበሉ የባኽንዎ ከም ዘለዉ ከዓ ጎደናታት ፀሓይ ዝወቕዖ ናይ ኤርትራ ይምስክራ እየን። ሶማል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል እቲ ሓላው ዓቃቢ ሰላም ናይ ሰራዊት ኣፍሪቃ ክናዋሕ ወሲኑ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዕማም ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ብተወሳኺ 3 ወርሒ ኣናውሒዎ። እቲ ባይቶ ብዕሊ 26 ጉንበት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ትማሊ ረቡዕ 31 ጉንበት ዘብቅዐ ዕማሙ ተልእኽኡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ክሳብ 31 ነሓሴ ንምንዋሕ ኣብ ሶማል ከዓ ኣማራጺታት እንተሎ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እማሜታት ቀርብ ተላብዩ። ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት ዓለምን ኣቀዲመን ብ24 ጉንበት ኣብ ከተማ መቃዲሾ ዘካየዶ ርክብ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ዘብቅዓሉ ብሃገራዊ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ክትከኣሉ መደባት ከም ዝትክእዮም ዛትዮም። ኣብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ ካልኦት ሃገራት ተፀውዖ ልዕሊ 22,000 ዓቃቢ ሰላም ዝርከቡ
ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ 2007 ናትሒዙ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ከም ዘሎ ኸኣ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብዚ 10 ዓመቱ ጸጥታን ሰላምን እቲ ሃገር እውን ክወሓስ ኣይተኻለን እዝን ከምዚሉን ከሎ መንግስት ሶማል ህይወት ትተክል ትጓዓዝ ከም ዘላ ኸኣ ተፈሊጡ ደቂ ሶማል ብብዝሒ ካብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራን ሰብ ጸጋ ንሃገሮም ይልመሱ ከም ዘለው ይፍለጥ መራሕ መንግስቲ ናይ ሶማል ኣቀዲሙ ከም ዝሓበሮ ኩሎም ኣብ ሸባብ ዝርከቡ ሶማላውያን ናብ ሰላማዊ ንህይወቶም ምስ መንግስቶምን ህዝቦምን ክመፁ ምሕረት ከም ዝኣዘዘ 9 መዓልቲ ሂቦም ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ብቅድሚ ትማሊ ዝመፀ ወረ መራሒ ወተሃደራዊ ናይ ሸባብ ከዓ ብነፃ ድሌቱ ኣብ መንግስቱ ኢዱ ከም ዝሃበ ዓብ ብስራት ንደቂ ሶማል ኮይኑ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ኢትዮጵያ ይወደግ ኣብ ስልጣን ዝመጸሉ መበል 26 ዓመት ኣብ ዝጽምብል ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ከም ዝዓጽወ ተገሊጹ እዚ መንግስቲ ነዚ ሳልስቲ ዓጽይዎ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ዝኾነ ይኹን ምኽንያት እኳ እንተ ዘይብሉ ብኣጋጣሚ መበል 26 ዓመት ምውዳቕ ስርዓት ደርጊ ኣብ ሃገር ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከይካየድ ምስጋዕ ምዃኑ ተቃወምቲ ወገናት እቲ ሃገር ይሕብሩ ብኻልእ ወገናት እቲ መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝዓጽወሉ ምኽንያት ሃገራዊ መለቀቂ ፈተና ዝካየደሉ እዋን እዩ ስርቅን ጥፋኣትን ናይ ፈተና ወረቃቅትን ከይፍጸም ጠንቅታቱ ምክያድ ይብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገር ናይ ፈተና ወረቃቅቲ ኣቀዲሙ ተሰሪዑ ብመንገዲ ኢንተርኔት ከም ተሰርግሐ ኣይርስዓን እዩ ይብሉ ኣቀዲሙ እውን ኣብ ስካይፕ ፌስቡክ ትዊተር ቫይበር ዌብሳይትን ካልእ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ምቁራጽ ክግበረሉ ጸንሐ ዘመልከቱ ተጠባቅቲ መሰል ሰባት ሓሳብካ ንምግላጽ እዚ ሎሚ ተወሲዱ ዘሎ ብተኸታታሊ ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ናይ ምዕጻው ጽጉምቲ ግና ኣዝዩ ከተሓሳስቦም ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ጋዜጠኛ ብዘይዶብ ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ወሲድዎ ዘሎ ንሳልስት ዝቐጸለ ምዕጻው ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ሓደገኛ ጽጉምትን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ክብል ከዓ ጠቂስዎ እዚ ከምቲ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ከምቲ ኣቀዲምና ዝሓበርናዮ ስዑድያ ኣብ ሃገራት ዝርከቡ ብዘይሕጋዊ መቐመጢ ኢቃማ ዝቕመጡ ዘሎ ኣሽሓት ወጻእተኛታት ክትሰጉጉም ምዃና ሓቢራ ነዚ ንምግባር ብገዛ ፍቓዶም 9 መዓልቲ ተዋሂቦም ክምለሱ ናብ ወላዲት ሃገሮም ክሕብር እንከሎ ድሕሪ 9 መዓልቲ ግን ግዴታ ከም ክኸውን ክትሓቢራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድያ ዝርከቡ ናታ ዜጋታት 40,000 ላሳፓሴ ንሃገሮም መእተዊ ትዕድል ከም ዘላ ይፍለጥ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ልዕሊ 500,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከቡ ከዓ ይንገር ብወገን ህግደፍ ኤርትራውያን እውን ካልኣይ ወላ ሳልሳይ ደረጃ ዝበዝሑ ኮን ምዃኑ ስጋብ ሕጂ ወይከ ብህግደፍ ዝተበለ የለን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበኣረይ ናይ ሎሚ ዜናና ንውሕ ዝበለ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስሁቡብ ሓውና ሓውኹም የማነ ባርያ ሓንቲ ዜማ ከጋብዘኩም ክፍትን እየ
سنكام حدقنيا قدام متاللي زي كيتولد ترف كاب زرقم متاللي إلو نفس هير يماني قدمي عسرتتات عامت مالتي سلازي كوران تخاتاتلت مدبنا مرير هالوات حزبنا إذا موانامات دك هاجر دك زابرخت مريت بعال يماني ود قورو عثمان عبد الرحيم أبرار عثمان اللون حدا نايب حقي وعلى بعل فيه حيراون مول قومنديو جن اتم بحق انيا بعل كيروس زوم حدثو قدفوهم بعل كيروس بعل ميكيل وزته زياتهم مهرانيوم جن اتي زدرفو نسمعو دلنا رد عنا دلنا نايب حقي نزبل حتى جن نوانا نفسنا نحتت بمبال كابز مقصال مبار كبران تخاتتلت مدبنا مباري اتا رئيس عنقز ما ارترا حانتي عقن بزحتي خا زبل ناي سلف ديمقراسي حزب إرترا رئيس عنقص اسكي نسمع حزب إرترا حدا بزحن أيو حزب إرترا حدا مقانن كابز حدنا تزمنجو حدنا توا أتحسوا خمزون نفلوتي سالا زي كاب حدنا تزنكر حدنا توا أتحسوا أن تكبر تاريخ زي السعقيات السرعة حزبي مقانو علم تمسكروا لحكي حدنا حزب إرترا كابز المستات ممزنتات أبصلال حنت بقال سوزو حصل إلوت هاجر مهلاو أبتدنا حبار أتحسوا تسليه استعوته مقانو حبراو إرتراو دنصارق ناي حبار كبرتات مونانون وزته اندابلكا مزرزاريكا إذا حدنا توا حبراو أتحساسبا زولدو حبراو مننتو مسرت حيلون صنعتون مقانوقا أب قدم فتاو غنى صار أز مسكره حزبي إيه حدنا حزبي إرترا بدهنو قمتي كدف حدا حزبي حدا اللي زبلو مع الشو حرق زي كونه حدنا توا أتحساسو زترن زمر كان بزحنتون اللو إذ بزحنتو عم جغرافيكوا أصفافرو هايمانتاو أمنتو بهراو مننتو قانقاوم بهراو ملالي سرفت إيه اتكاب حدا الناس في حدنا توا أتحسبو كم زلو خوينو كاب زستتاسو بزحنتو زنقل لا أتحساسبا سمعيتن بزحنتون يونن أكسبنا هجي تمكرو قالس حزب إرترا اسم حدنا توان بزحنا توان أتحساسباتات أنت تنبيبو من تدققفو من العود كم دلصحو أبقاسن مرقاس رسالة إرترا زمسكري إذا خرقا إذا قالقا تحدنا توا أتحسبا تبزحنا توا أتحسبا تبزحنا توا أتحسبا دمان تحدنا توا أتحسبا بزي تصابع له من قدي كم حدورو سلز قاري إذا أتحسب بزحنا توا بزحنا تاوي حدنت أبتي زبين نازلو نايمو قاد ملكن مناس بزحنا تاو ديمقراسياوي هاجر قالسون متكاتا يقولوا بزحنا هنان حدنا هنان مش كل ما داوي يكون النت إرترا كقانقا ناي قدني إذا ما تحساسباتا زياتهم أب حد تصرالون طرح زي كونو حدا بزي كاتخالق هلون أم طعل أي كونني أب تحت حدنا تاو أتحسبات صنعها قد كل هلونا نايتا كل عينت بزح الناس حقيم هذا الهاجر مدحن متكاتا يقولوا كم زحجة هاجرن هزبن كم مقح قدف نمن نقاف زكايدو زلنا قال سي مالتي أبزوري حدنا تاو أتحسبا بحبار مسلاف ناي قدن زغونالو اتكاب بزح نحنا زنكل سقاتات هلاونا أبزير رقاقات حدنا تاو هاجر كرقاقات سنزيكل
ህልውና ኣብ ዘረጋገፀት ሃገር ንብዝሕነታዊ ኣተሓሳስባ ህዝባ ዝፀውር ባይታ ምጥጣሕ ከዓ ካብ ቀንዲ መለለይታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ግቡእ ዋጋ ዝኽፈለሉ እዩ መዓስ ናይ ኣተሓሳስባ ይቐድምን ይጎልብትን እቲ ምፅልላው ዝበልናዮ ህያው ኮይኑ ከከም ኩነታትካ ዝስራዕ ንኣብነት ሎማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ እቲ ብዙሕነታዊ ኣተሓሳስባታት ጥራሕ ዘይኮነ ብቐንዱ እታ ንኩሉ ኣተሓሳስባታት ዝሓቆፈት ሃገር ህዝባ እውን እዩ ስለዚ እቲ ንዓኣ ካብ መንጋጋ ምልክን ጭቆናን ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ቀዳማይ ምዕራፍ ቃልሲ ዋኒን ናይ ኩሎም እቶም ናይ ብዙሕነት መለለይ ዘለና ኤርትራውያን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩልና ዝውክል ሃገርን ህዝብን ናይ ምድሓን ሃበራዊ ኣተሓሳስባ ክንውንን ብኡ ክንምራሕን ምርጫ ዘይኮነ ግድነት እዩ ናይ ክሳብ ሕጂ ከም እንብህጎ ብቕዓት ክንውንን ዘይምቃልና ምስጢር ከዓ ነዚ ክትግበር ብዘይምብቃዕና እዩ እቲ ኣብ ብዙሕነታዊ ኣተሓሳስባ ዘዝሃበ እሞ ድማ ትግባርኡ ነዚ ክፀውር ዝኽእል ሃዋህው ምስ ተፈጥረ ዝረጋገፅ ፍልልያት ብባህሪኡ ናይ መላእ ህዝቢ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝሓትት እዩ መዕረፊኡ ድማ ንኩሉ ኣተሓሳስባታት ዘማእክል ብነፃ ድሌት ህዝቢ ብዝረጋገፅ ቅዋም እዩ እዚ ሕጋዊ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ናይ ውድድር ሜዳ እውን ዘድልየ እዩ ኣብ ከምዚ ዝጂ ዘለናያ እውን ከም ናይ ፅባሕ መወዳደሪ ክቃላቀል ይኽእል እዩ እንሆ ከዓ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባት ዝወለዶን ውድባትን ማሕበራትን የንፀባርቆ እዘን ውድባት ንናይ ኣተሓሳስባ ብዙሕነትና ከንፀባርቃ ብዝኽእል ምህላወን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዝሳተፎ መወዳደሪ ፖለቲካዊ ሜዳ ናይ ምፍጣር ብድሆ ኣብ ቅድሚአን ተገቲሩ ዘሎ ምዃኑ ክዝንጋዓ ኣይግባእን እቲ ሜዳ ናይ ሓባር መወዳደሪ ስለ ዝኾነ ብናይ ሓባር ኣበርክቶአን ጥራሕ እዩ ክረጋገፅ ዝግብኦ ሜዳ ኣብ ዘይብሉን ኣብ ዘይ እዋኑን ተወዳዲርካ ክስዕርን ካብ ዘይምልከቶ ኣካላት ውሕስነት ክትረክብ ምፅባይን ግና ዘስርሕ ኣይኮነን ነቲ ክንብርኩትን ከይንብርኩትን ኣብ ማይ ንብፃሕ ዝብል ምስላ ወለዲ ከም ምዝንጋዕ እውን ይቁፀር ብዛዕባ ኣገዳስነት ብዙሕነታዊ ሓድነት ክሳብ ሕጂ ዘይተባህለ ሓሳብ ከነምፆ ኣይኮናን ኣብዚ መዳይ እንተተማሂርናሉ ንዓና ኮይኑ ንካልእ ዝተርፍ ሃብታም ተመክሮ ኣለና እቲ ኣብ መጻኢ ናይ ምዕዋት ተስፋ እንገብረሉ እምበኣር ከምቲ ልብን ሳዕርን እናሓደረ ይበቁል ዝበሃል ነተመክሮና ተማሂርናሉ ክንከውን እዩ ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ቃልስና ከምቲ ዝተፀበናዮ ናይ ዘይምዃኑ ምኽንያታት ብዙሓት ከም ቀንዲ ዝኾኑ ርዱ እዩ እቲ ቀንዲ ንሕና ውሽጣዊ ድኽመት ናይ ዓቕሚ ውስንነት ምዃኑ ከዓ ክንሃድመሉ ዘይንኽእል እዩ ካብ ሕጂ ንድሕሪት እንዕወት ከዓ ነዚ ድኽመትና ተመሊስና ርኢና ክንእርሞ እንተኽኢልና ጥራሕ ምዃኑ እውን መረጋጋፂ የድሊ تعذبا حتى بتفترو عد وحاي زروبا بعلت عبيت خران عبيت تابا تشعت بهرات تباعي حزبا زر مهاجر كاتم تعذبا حتى بتفترو عد وحاي زروبا بعلت عبيت خران عبيت تابا تشعت بهيرات تباعي حزبا قرار خبسا فلفل سلمونا صبر سعدي جرادي نايوينا بحرشا زنبر حارستا حزبنا برياتو مكور لملمي مريتنا سنحيت ماكلاي عير مجئ تخب نبرا جرادين عيلا برعيد مكلاسي قرطولا وكبت خرنا باركا تسكرلا مصابب قنفلهم صلاحينا زتوحت الله
ندبوب قوبو انباسويرا لملم عمي غمرت قولا قولنا عالا جرادين مع عيني قولا قولنا لملم سبب مرت كذا ولا وسلم تكجوان مرب الله زعدي جنب الاسقحاين بتفترو هبتم عدي يقول مرور حارستي هاجرنا حاريسو يدر هاجر كاتم تعذبا حبتم بتفترو عد وحاي زروبا وعلت عمي تخران عمي تتابا تشعت بهيرة تباعي حزبا ناي تاريخ متصحفتي ناي بزح زمنات عدولي سنزولان ناي معبالي مسرد دهلح نخرا دسيت أبا حرز الركب وريبا دادنكل مسود ابن عاصر نفاسي تنبات كلا دوغو اللي متصوع قولا قول قحت لاي دنقول له مسكين دع من جمرة خبي كلاي كيح بحري مراخب تسعين كاسل نوصائي مساقري كبران تخطتلت مدبنا بقري ناي لومي ناي تقرينيا مدبنا أبزي كنزازمنا زامك ارتي درفي نايزي كبر حاونا أبزي مسؤون كندقاق مسألة زخنا سناي مكتال مبل بس قدام محدش مدب سام رهاب سناي كني حجة خاء أب ناي عرب مدبنا خطوكم كفتن إيه المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتقرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.new. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى 2:15 ظهرا بالتقنية والعربي.
إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريترية هادفة، مقال الأسبوع وهو بعنوان صناعة الجماهير. متابعة طيبة مستمعينا الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل. بدأت جلسات محاكمة برلمان السويدي عن سفارة ديمقراطنا يوم الخميس. بدأت يوم الخميس محاكمة النائب في حزب السفارة ديمقراطنا أندرس فورسبرغ بتهمة الاختلاس، وقادر فورسبرغ مقر الحزب تاركا ورائه كل المناصب السياسية والعامة التي كان مكلفا بها على خلفية اتهامات عدة بينها سرقة المال العام. وأعلن النائب في البرلمان وممثل الحزب في مجال البيئة والزراعة أنه ارتأى الابتعاد عن الحياة السياسية بالتشاور مع أعضاء الحزب، حيث أن الوضع الحالي يتطلب ذلك. من جانبه أبدى رئيس سفارة ديمقراطنا ماتياس كارلسون في بيان صحفي قلقه من التهم الموجهة إلى فورسبرغ، مبينا أن حزبه يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. ولفت إلى أن قرار الحزب أبعاد فورسبرغ عن العمل السياسي جاء نتيجة محاكمته، ولا تزال هناك فرصة للتشاور. ويمثل فورسبرغ أمام المحكمة بتهم تتعلق بالاختلاس وخيانة الثقة، ويشتبه في أنه اقترض على مدى سنوات عدة من صندوق الحزب أكثر من 1,000,000 كورونا بزعم تغطية النفقات والالتزامات. بعد فحصهم غالبية اللاجئين والقاصرين أكبر من أعمارهم المعلنة، خلصت نتائج جديدة صادرة عن مصلحة الطب الشرعي في السويد إلى أن الأغلبية الساحقة من القرارات الأولى حول فحوصات تقييم أعمار طالبي اللجوء القص في السويد القادمين بدون صحبة ذويهم أظهرت أنهم في سن 18 عاما أو أكبر من ذلك. وتلقى الطب الشرعي حتى الآن 4200 طلبا من مصلحة الهجرة بخصوص إجراء فحوصات تقييم السن، وجرى الانتهاء من 581 حالة حتى الآن وفقا لما كتبه الطب الشرعي في بيان صحفي. وتجري عمليات تقييم السن عندما ترى مصلحة الهجرة أن سن طالبي اللجوء القصر غير مصحوبين بذويهم غير واضح، علما بأن فحص الطب الشرعي لا يعطي السن القانونية للشخص بشكل دقيق، بل يقيم فيما إذا كان تحت أو فوق سن 18 عاما من خلال 3 إجابات قياسية مختلفة. وفقا للطب الشرعي فإن تقديرات 1442 حالة التي جرى الانتهاء منها جاءت بنتائج أن المشمولين بتلك الفحوصات هم أشخاص في سن 18 عاما أو فما فوق 12 حالة منهم كانوا إناث و430 حالة ذكور. تحذير من استقلال انتهاء صلاحية الأوراق النقدية السويدية نهاية الشهر الجاري. مع نهاية يونيو الجاري تنتهي صلاحية استعمال الأوراق النقدية من فئة 100 و500 كورونا بنسختها القديمة. وحذرت مؤسسة مواجهة الجريمة الاقتصادية في السويد من محاولات قيام المجرمين بالتخلص من كمية كبيرة من الأوراق النقدية ضمن هذه الفئات، وذلك قبل فوات الأوان. ونقلت تقارير إعلامية صحفية سويدية عن المدعية العامة في المؤسسة كارين قولها إن مثل هؤلاء الأشخاص يريدون التخلص من تلك الأوراق النقدية قبل نفاذ مفعولها في 30 يونيو الجاري، حينها سيحاولون الذهاب إلى المتاجر وشراء سلعة لا ينوون الاحتفاظ بها بل مبادلتها. وذكرت
إن هناك مخاطرة كبيرة من حصول عمليات غسيل الأموال في هذه الفترة. الحكومة السويدية تأسف لقرار واشنطن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. عبرت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المناخ السويدية إيزابيلا لوفين عن أسف بلادها الشديد على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وقالت إن هذه الخطوة تتعارض مع ما كنا نتوقعه من القيادة في الولايات المتحدة عندما تواجه البشرية تحديات كبيرة، مشيرة في بيان صحفي صدر اليوم إلى أن التحدي المناخي يجب أن يحل بصورة مشتركة، وأن على جميع البلدان بشكل عام والبلدان المتقدمة بشكل خاص تحمل مسؤولية خفض انبعاثات الغازات ومساعدة البلدان الفقيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر اليوم الانسحاب من اتفاق باريس بشأن تغيير المناخ الذي تم التوصل إليه في عام 2015 لما للولايات المتحدة من دور كبير في الحيلولة دون استمرار هذه التغيرات المناخية. تم إلقاء القبض على تجار البشر من قبل قوات حرس الحدود السودانية، ومعهم عدد هائل من الشباب الإريتري الهارب من بطش حكم السياسي المستبد، والسيارات تابعة للرشادة، ولا يستبعد تورط عصابة أفورقي في العملية. مسلحون يتبعون جماعة الحوثي في الخوخة ينهبون المساعدات المقدمة للاجئين الإريتريين بالخوخة. سلطت ميليشيات الحوثي على كميات كبيرة من التمور كانت منظمة صدى للتنمية والتأهيل الخيرية قد منحتها للمخيم اللاجئين الإريتريين في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. ووفقا للمصدر في الوحدة التنفيذية للمحافظة، إن الوحدة التنفيذية التي تشرف على المعونات والمساعدات الغذائية وفقا للصلاحيات التي منحتها لها السلطة المحلية المعينة من قبل ميليشيات الحوثي متورطة في السطو على أكثر من ثلث التمر المقدرة ب400 كرتون تقدر قيمتها ب4 ملايين ريال يمني. وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التمور احتجزتها الميليشيات في مركز المحافظة، ولم تفرج عن هذه المعونات إلا بعد أن صادرت منها قرابة 150 كرتونة، وبعد وصولها لمدينة الخوخة قامت باحتجازها مرة أخرى لتصادر كمية مماثلة، ولم يصل المخيم الذي يقطنه قرابة 1000 لاجئ إريتري سوى 120 كرتون. هجوم على ناقلة نفط في باب المندب. هاجم مسلحون مجهولون ناقل النفط في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وقالت قيادة حلف دعم الشرعية في اليمن إن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية أثناء عبورها المضيق، مشيرة إلى أنه لم يصب أي من العاملين في السفينة بأذى، وأنه تجري عملية متابعة دقيقة لمعرفة الجهة المتورطة في الهجوم. وجددت قوات التحالف تحذيرها من أن استمرار الميليشيات الحوثية في أنشطة تهريب السلاح والذخيرة إلى اليمن يؤثر على أمن الملاحة في هذه الجزء الحيوي من العالم. كما قالت القوى البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان لها إن المهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على الناقلة MT موسكي التي ترفع علم جزر مارشال في جنوب مضيق باب المندب. وأشار متحدث باسم القوة إلا أنه لا يبدو أن الهجوم من تنفيذ قراصنة، وأنه يتصل على الأرجح بالإضراب المستمر في البحر قبالة سواحل اليمن. وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قد أعلن نهاية مارس الماضي أن ميليشيا الحوثي في اليمن تهدد الملاحة في باب المندب بأسلحة أمدتها بها طهران. وقال فوتيل أثناء جلسة استماع في الكونغرس إن لدى الحوثيين قدرات عسكرية متطورة بمساعدة من إيران تهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي. الجنائية الدولية تتوعد تجار البشر ومنتهكي مراكز الاحتجاز في ليبيا بالتحقيق والملاحقة. نددت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بن سودا خلال جلسة استماع لتقرير قدمته إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا بالأوضاع المزرية التي يعانيها المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. وحذرت بن سودا في كلمتها التي ترجمتها وتابعتها المرصد من الوضع الأمني في ليبيا الذي قالت إن تدهور بشكل كبير منذ العام الفائت، كما حذرت من وجود روابط قالت إنها تربط بين تهريب المهاجرين الجريمة المنظمة والمجموعة الإرهابية.
وأكدت المدعية أن المحكمة تعتزم فتح تحقيق حول جرائم قالت إن مهاجرين في ليبيا تعرضوا لها فور استكمال المحكمة من جمع الأدلة اللازمة، مؤكدة بأن البلاد قد تحولت إلى سوق كبير للإتجار بالبشر. وقالت أشعر بالصدمة تجاه تقارير موثوقة تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للتجار بالبشر، وهو ما تحدثتم عنه هنا قبل أسابيع في مجلس الأمن. وأضافت بأن الآلاف المهاجرين منهم أطفال ونساء يحتجزون بمراكز احتجاز في ليبيا، مؤكدة ورود تقارير المحكمة بشأن تعرضهم لجرائم مختلفة منها الاغتصاب والتعذيب والقتل الذي قالت إنه أصبح شائعا داخل هذا المركز. قامت منظمة عفر البحر الأحمر في السويد مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا للجرائم التي يرتكبها الطيران الإماراتي المتمركز في قاعدة عصب داخل المياه الإقليمية الإريترية. وشاركت في التظاهرات حشود قفيرة من أبناء الجالية الإريترية المقيمة في السويد، منهم ناشطين سياسيين وحقوقيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والإثنية، منددين الجريمة التي ارتكبتها القوات الإماراتية بحق صيادين أبرياء في 6 مايو 2017، والجرائم التي ارتكبتها سابقا بحق الصيادين العفر في بحرهم وأرضهم. وتعتبر هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها، والتي تؤكد للعالم والقوى الإقليمية أن الشعب الإريتري غير راضي عن بيع السيادة الإريترية لقوة خارجية تعبث فيه بحق الوطن والمواطن الإريتري الذي ليس له علم بشأن الاتفاقيات التي تقيمها الأنظمة مع نظام غير شرعي في إريتريا، مطالبين العالم والأنظمة الإقليمية ودولة الإمارات الانحياز إلى الشعب والشرعية والوطنية، كما طالبوا خروج القوات الإماراتية فورا من عصب. وتنالبون السالي بدل فقعدناك وكفوا دي بمركض القندل حقوك وكفر دبني دكي ومسكين حقتنا دادي من قبي بكي ولا طريق هرو عباس طريق لدولي ركي كيوت تتان أفلان دا هرم دي بوتي سكي وهونين كرديبو يقبل من سوق شريط لو كسردو بحركة باتر عمل سوق وردو أمثل كل حيلتنا لميت مكين قردو لا ساكرون برجفون لبردو استديو كسلامة طاير حسين فردو ومن بيت كفقر كيول اندتاردو وهونين كرديبو لهونين كرديبو قلورين سجد هنا لنبر ربنا اكيد بنا وسنت من تبلونا بنا والهلاي بتربيتو تمنيتيكم ومنا ولا تفرنجي تاتا ويدا بنا يكلامو شماري كتاتين مدنا وهونين كرديبو وهونين كرديبو وهونين كرديبو هلا تارو لربو قد مجال قندل قلي كفاشات مسلو الأفور يا دنقل عمل لما مرت كلل شنن قبي مدنقر والسبو إيمان وملل في كورافات نقر اتديا متاكي ديس لك ممارس عمل لما همتي
بحسبكم للجرس حلاينا في وقبها من طريقنا اللي تورس مدمير تبعتا سكلابو اللي تقرس 40 سنة ليلة ما بيلا تفرس أنا عين لكن وشاتي تاوي ولا درفيتي تويتي متنتا دانت انت الدوي انبو ولا تمني ابو فات التوي دارقم أتول دارقم باركنتي تاوي ونين كرديبو ونين كرديبو ونين كرديبو مدير حرب صابت ودل دفاتا فركبرو بلك قوت لمدين تعزر قلاسا قرقل المنار دافرا قلب سمرا سا قرم النوس باسرا يقول كنا يا ساقر حيلت فاسرا مسجد نتايورا متاثرنا فرا وقالت أقام الله سيرة نزمن سرا ونين كرديبو ونين كرديبو ودوير كرديبو دوير كرديبو دوير كرديبو بركة وقاش انت اليوم من اللسقعي تربا شليت تقوى جابها كدالك العربة وكل ذي بيت علوق صانا نفلت عربة والله كرباج يلهب بارواتون ياربا وليلو يدي ما بدنا في بقول يا طالي شربا. مقال بعنوان صناعة الجماهير. الجماهير هي جميع فئات الشعب من العمال والفلاحين والرعاة والتجار والأغنياء والفقراء والطلبة والمرأة والعاطلون المعدمون والمشردون المنبوذون والمنفيين المبعثرون في كل زاوية من العالم، ويتوحد هذه الفئات تصنع الجماهير، وهو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يصنع القوة الثورية التي يمكن أن تقلب أوضاعنا المزرية القبيحة رأسا على عقب في وجه الطاقية والزمرة، وتحقق النصر بالضربة القاضية. ولكن ما الذي جعل فئات الشعب تتحد؟ ما الذي يقود تفكير فئات الشعب نحو الهدف المشترك؟ وكيف يمكن جعل فئات الشعب أن تنصاع للخطاب السياسي الموحد والوحيد والذي يدفعها نحو الممارسة النضالية المشتركة؟ كيف يمكن تحريض الفئات الشعب ليندمج أفراده من تيار الجماهير ويصبح الناتج بالبطء المقاتلة والمضحية؟ كيف يمكن استبدال الانتماء الحزبي والفئوي والقبلي والفردي بالانتماء الوطني المشترك؟ وكيف يمكن إقناع الجماهير بأهمية إعلاء شأن الانتماء الوطني المشترك لتحقيق النصر؟ كيف يمكن إقناع الجماهير بأهمية أن تتخلق بأخلاق التفاني ونكران الذات ونبذ التشرذم؟ كيف يمكن إقناع الجماهير بأن تتشبع بروح التضحية من أجل المصلحة الوطنية المشتركة؟ إن وجود الظلم والاستبداد والفساد في الحكم والإدارة، والفساد في توزيع الثروة والسلطة، والعنصرية والتطهير العرقي والتهجير والإحلال والتهميش الديني والإقصاء الثقافي والإرهاب السياسي والفكري ليس هو الذي يؤثر على ذهنية الجماهير للنهوض والعصيان والثورة، وإنما نوع الخطاب السياسي الذي يعكس هذه الوقائع.
إن وجود هذه الوقائع على المدى من العقدين لم يؤدي إلى الثورة الشعبية، وحتى استمرارها في المستقبل القريب أو البعيد لن يؤدي إلى الثورة الشعبية العارمة، بل إيجاد الخطاب السياسي الموحد الذي يبرز بأن هذه الوقائع هي التي تطحن عموم حياة الشعب وتقيب مصائر الجميع. لذلك يجب إيجاد الصيغة الملائمة المختصرة من الخطاب السياسي الموحد، والذي يعرض هذه الوقائع والممارسات أمام أنظار الجماهير. الخطاب السياسي الموحد والذي يقرب هذه الوقائع من أذهان الجماهير، والخطاب السياسي الموحد والذي يقف على مسافة متساوية من الجميع ويحدد المخاطر والتبعات، والخطاب السياسي الموحد والذي يقنع الجماهير بأن هذه الوقائع هي التي لوثت الماضي وتلوث الحاضر وسوف تلوث المستقبل. إن المعروف عن الجماهير إنها لا تميل إلى التأمل والتفكير والتدبر في بواطن الأمور، لذلك هي بحاجة إلى من يحدد لها ذلك الخطاب السياسي الموحد، والذي يحمل في طياته مصالحها المشتركة وطموحها المشترك، والذي يجعلها تنخرط في الممارسة والعمل الفعلي المنظم، وهو الذي سوف يجعلها القوة الهائلة والضخمة التي يصعب والوقوف أمامها. ولذلك فإن الجماهير بحاجة إلى وجود القيادة الطليعية التي تفكر، وبتفكيرها تعرف نفسية الجماهير، القيادة القادرة على جمع الأفكار العديدة في الفكرة والوحدة الموحدة، لأنه من الصعب أو من المستحيل تجيش الجماهير خلف الأفكار العديدة المتنافرة. عدا ذلك فإن أمورنا على ذلك البساط من الاختلافات، حيث تتبعثر مفردات خطابنا السياسي المتباين والبائس والمهلهل والضعيف على امتداد تلك القائمة الطويلة من المسميات والتشرذم الفئات، ومن الفئات والقبائل والمناطق والنواحي الجبهات والتنظيمات، بعدما أصبح لكل فئة من الفئات ذلك العواء المنفر والذي يطلق في الفراغ ذلك الحوار الطرشاني المضحك، وكل ما تحقق في إطاره حتى الآن إشباع تلك الرغبات المريضة لمجرد الإعلان عن النفس والذات، تلك النداءات والاستسقاءات الجوفاء والتي تطلق بعجالة وبارتجال وكيفما كانت، دون التفكير في النتائج، والتي يكون مصيرها التبدد عند هبوب الرياح. الفكرة هي كان ما تريد أن تكون، كن إسلامي، كن مسيحي، كن حزبي، كن فئوي، كن قبلي، كن مناطقي، كن ليبرالي، كن علماني، ولكن كن وطني. وهذه هي الفكرة الواحدة والوحيدة التي يمكن أن تجمع أفراد الشعب وتجيش أفراده في بوتقة جماهير، الشكل الواحد الوحيد من القوة التي يمكن أن تقهر الطاغية والزمرة وتبدد أحلامه المريضة للبقاء في السلطة حتى الممات، ثم توريثها لمن هو على شاكلته من أهل الجبروت والطغيان.
شفت انت بالشوق ولا ردن يطمن. في الختام، إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل في تلفوناتنا أو تحت الهواء عبر تلفوناتنا. في أوقات البث يمكنكم المشاركة في البرامج عبر تلفوننا 03 12 61 090 من داخل السويد. أما من الخارج السويد فمفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعين الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقرنية الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شفت انت بالشوق ولا